الفيديو ده ممكن يبقى سبب ربح ليك ولناس كتير جدا، عشان كده لازم تشوفه للاخر، ومفيش اهم من الفيديو ده تعمل له سيف. وهتفهم دلوقتي ليه. عارف يعني ايه رائد اعمال؟ يعني حد بيشغل فلوسه في اكتر من مشروع، زي شارك تانك كده. في ناس كتير في مصر معاها فلوس وعايزه تشغلها في مشاريع، بس ما عندهاش وقت تدير مشاريع جديده. وفي ناس كتير في مصر برضو عندها مشاريع قويه ومحتاجه تمويل عشان تكبر مشاريعها، او عنده فكره مشروع ومحتاج تمويل عشان يعرف ينفذ الفكره دي. اللي بيحصل هنا انك بدل ما تاخد قرض وتدفع فوائد كبيره، ده غير ان اجراءات القرض صعبه، بيجي الشخص اللي عايز يشغل فلوسه يديك التمويل اللي انت محتاجه مقابل انه ياخد حصه من شركتك، وده طبعا على حسب تقييم الشركه دلوقتي. واحنا هنعمل ده في الفيديو ده، وهنحاول نساعد الاثنين، المستثمر اللي عايز يشغل فلوسه وصاحب المشروع او صاحب الفكره. ازاي؟ لو عندك مشروع قائم ومحتاج تمويل عشان تكبره، او عندك فكره مشروع ومحتاج شريك يمولك، اكتب في كومنت فكره المشروع بتاعك ومحتاج تمويل قد ايه، واكتب رقم تليفونك. كل ما هتكتب تفاصيل اكتر، تشرح الفكره بتاعتك اكتر، كل ما هيبقى عندك فرصه اكبر ان مستثمر يتواصل معاك. اما لو حضرتك مستثمر او رجل اعمال وعايز تشغل فلوسك في مشروع، ادخل على الكومنتس وشوف افكار المشاريع اللي موجوده، والفكره اللي تعجبك تقدر تكلم صاحبها على طول. صحيح انا المحتوى بتاعي عقاري وبتكلم عن العقارات في مصر اللي فيها فرص استثمار قويه، بس انا كمان بتكلم على الاستثمار، واي فرصه ممكن تبقى كويسه ليك انك تستثمر فيها انا مش هتاخر ان انا اقدمها لك. وما تنساش ان في ناس كتير مولت مشاريع صغيره والمشاريع دي دلوقتي كبرت، وفي منها شركات قيمتها عدت المليار. عشان كده مهم جدا جدا انك تعمل سيف للفيديو ده، لانك كل ما هتفتح الفيديو هتلاقي كومنتس اكتر وفرص استثمار اكتر. ومهم تعمل فولو لو مهتم بالاستثمار بشكل عام او طبعا بالعقارات. انا سامي صموئيل، شكرا.